اخوان السلام عليكم. ودا السي تبون ودا السي الشنقريحه، هم يبكي وهم يضحك. تمخض الجبل فهو لدى فأرا. سمعت هذا الخبر قلت والله حتى نتكلم عليه. باختصار كل شيء عارف الحرب الامريكيه الاسرائيليه على ايران، وكل شيء عارف بان جميع الدول او معظم الدول العالم خرجت ببيان. مثلا الدول الاوروبيه تضامنوا مع امريكا ومع اسرائيل. مثلا المغرب خرج ببيان وتضامن مع دول الخليج لانهم كياكلوا العصا من عند ايران. وكنتسناو بفارغ الصبر الحليف الاستراتيجي فوق العاده الجزائري. الحليف الجزائري كنتسناو فيه واش غادي يخرج ويعلن التضامن ديالو مع ايران كما دارت كوريا الشماليه. كنتسناو بفارغ الصبر. على نتبون على واحد المجلس الاعلى ديال الامن. هذا المجلس تيكون غير في يعني شي حاجه اللي هي امر جلل، امر شي حاجه كبيره. كنتسناو البيان باش غيخرجوا في هذا المجلس الاعلى للامن اللي كانوا فيه الجنرالات، فيهم الضباط السامين، فيهم الشنقريحه، فيهم تبون، فيهم المستشارين ديال تبون، مستشارين الرئاسه، مجتمعين وكيناقشوا هذه الحرب الامريكيه الاسرائيليه على ايران، على الحليف ديالهم. وكنتسناو بفارغ الصبر نتسناو المخرجات ديال هذا سميتو هذا البيان. والله العظيم تمخض الجبل فهو لدى فأرا، وحق الله العظيم صراحه غير مفهوم. ما تعرفوا مع اسرائيل، ما تعرفوا مع امريكا، ما تعرفوا متضامن مع ايران، ما تعرفوا متضامن مع قطر، ما تعرفوا مع تركيا، ما تعرفوا مع من كلام هكاك. يعني كل واحد يفهمه بالطريقه ديالو، فهمتي؟ يعني كلام مطاطي. وفين هو الحليف الاستراتيجي وفين هو ولا لاحظتوا واحد الحاجه الاخوان، لاحظتوا واحد القضيه وربما انتم غالبا غتكونوا ملاحظينها. بزاف ديال الحلفاء ديال الجزائر كيطيحوا واحد ورا واحد. نبدا لكم من صدام، من العراق، من صدام حليف ديال الجزائر. زيد عليه سوريا، بشار حليف ديال الجزائر. زيد عليهم ليبيا، القذافي حليف ديال الجزائر. زيد عليهم المكسيك، كان حليف ديال الجزائر. زيد عليهم كوبا، زيد عليهم فنزويلا، ودابا ايران. كلهم كيطيحوا، كل ما الانظمه كتبدل، كتغير، كترود. فهمتيني ولا؟ وجايه الدقه السي عبد المجيد تبون الرئيس ديال القاره الجزائريه، هو نائب وزير الدفاع سعيد الشنقريحه. جايه الدقه هادو ان شاء الله اليوم، وحنا كنتسناو بفارغ الصبر. لان خاصك تعرف واحد القضيه، امريكا راها كتهدد ماشي غير ايران، هدات ايران وهدات الاذرع ديالها اللي كاينين في اليمن، اللي كاينين في سوريا، اللي كاينين في العراق، اللي كاينين في لبنان، اللي كاينين في البحرين. فهمتي ولا؟ وبما فيهم الجزائر. الجزائر راه حليف ديال ايران. راه امريكا راه ماشي اعلنت الحرب غير على ايران، راه على ايران والاذرع ديالها والحلفاء ديال ايران بما فيهم الجزائر، لان الجزائر معروفه حليف استراتيجي ديال ايران. فوالا باش نكونوا واضحين. يعني الحرب ما غتوقفش غير على عند ايران. ايران ما غتحبس امريكا حتى تبدل النظام. وكل شيء عارف بان امريكا دايره 3 شروط على في الملف التفاوضي اللي كان هذا الاسبوع الفارط. كانوا 3 شروط: تحبس تخصيب اليورانيوم، وتسلم اليورانيوم المخصب اللي كاين في ايران تسلموا لامريكا، وتسلم حتى المفاعلات والطرد المركزي اللي كاين في ايران تسلمهم لامريكا. يعني ما تبقى عندها حتى شي صله. هذا العلم ديال التصنيع والتخصيب ديال اليورانيوم ما يبقاش في ايران نهائيا. المفاعلات غيتسدوا وغيتم التعويض ديالهم. هذا الشرط الاول. الشرط التالي تسليم جميع الصواريخ الباليستيه. عندها صواريخ عابره القارات، وعندها مهم متوسطه، وعندها كلهم يتسلموا لامريكا. جميع الصواريخ بدون استثناء تسلم لامريكا. هذا الشرط الثاني. يعني ما يبقاش التخصيب ديال اليورانيوم في اي درجه، ماشي غير في درجه ديال مثلا الاستعمال المدني الطبي وداك الشيء وانتاج طاقه، لا. لان امريكا واسرائيل ما كيتيقوش في ايران. فوالا. وامريكا بغات تضمن السلامه ديال اسرائيل في المنطقه، وبغات تبقى تحافظ ديما على الناس، تبقى هي المتميزه وهي القويه في المنطقه. فوالا.
والنقطة الثالثة هو قطع جميع العلاقات اللي مع لبنان ولا مع الأذرع ديالها في لبنان، حزب الله مثلا، في إيران، في اليمن دوك الحوثيين، في سوريا، كاينين في العراق، الشيعة في كل مكان، يعني في الشيعة في كل مكان. وحتى قطع العلاقات حتى مع الحلفاء ديالها، مع كوريا الشمالية، مع الجزائر، مع فنزويلا، مع يعني كاع مع سوريا، مع روسيا، مع الصين، هادو كلهم حلفاء، كلهم تقطع بهم العلاقة وتعيش بحال دول الخليج وبحال إلى آخره. يعني باش هادو مثل هاد الشروط اللي دارت أمريكا على إيران، وما كانش كتفاوض معاهم، يعني راه كانت حاطه لهم يعني كأن مثلا كتفرض عليها باش ما نضربكش خاصك تقبلي بهذا الشيء. ما كانش كتفاوض معاها كتدي وتجي مع لا، كتقول لها شوف ها الشروط ديالي الثلاثه الا بغيتيني ما نضربش، لان ديجا ضربتها 12 يوم، 12 يوم لا عقلتو. يعني هذا هو اللي هادشي اللي واقع. ودابا راه انا جالس سميتو كضرب فيها، وخصوصا فاش ضربت لها النهار الاول طيحت لها الراس ديال الحكم الايراني خامنائي فاش ضرباتو الضربه الاولى، يعني وبزاف ديال الضباط في الصف الاول، منهم وزير الدفاع، منهم بزاف ديال وزير رئيس الحكومه السابق، يعني بزاف الشخصيات اللي ماتوا، بزاف ديال الضباط والشخص السامين وجنرال سامين اللي ضربتهم امريكا. يعني ماشي سهله امريكا، يعني ما عرفتش هاد القوه ديالها منين جابتها، واش معاها الشياطين، واش معاها ما عرفتش هاد الجبروت ديالها، وكيفاش كتستهدف هاد الناس هادو يعني بواحد الدقه. وكل شيء شاف مادورو هو مرتو كيفاش جابوه بالبيجاما وبالسيرفيت من بيت النعاس ديالهم، يعني عندهم واحد المخابرات قويه، وعندهم شي السلاح اللي عند امريكا راه ما معروفش، ربما ماشي تقليدي، يعني ما معروفش عندنا شي علم في شي شكل. المهم يعني باش تكون هاد الصرامه وبهاد القوه وما كاينش الخطا وهذا، يعني راه شي سلاح عندهم في شي شكل. وحتى هذاك زعيم ديال المافيا ديال المكسيك، راه امريكا اللي عرفاتو فين كاين، وامريكا اللي عطاتهم الاحداثيات، وامريكا اللي ضربت، وامريكا اللي يعني راه ماشي ساهله امريكا، يعني كتدخل يعني في اي دوله عارفه اي واحد فين كاين. هذا واش العالم دابا كله كيستعد لواحد الحدث عظيم، وامريكا جزء منه. اما غتنهار كليا امريكا لان عنده واحد الازمه داخليه كبيره، وعنده واحد الاضرابات، وعندها بزاف ديال المشاكل داخليه في داخل الامريكي، اما غتنهار وغيتبدل العالم. المهم العالم التسارع اللي ولا في الاحداث اللي كاينه عالميا، وهذا الشيء، هذه الحروب اللي ولات كل سيمانه كنسمعوا حرب. كاين حرب في السودان، كاين الحرب في ليبيا، كاين الحرب في الجنوب ديال سوريا مع الحدود مع تركيا، مع الاكراد، كاين بزاف ديال الحروب. كاين الحرب ديال روسيا مع سميتو مع اوكرانيا. دابا كاين حرب اخرى، يعني الحرب ديال اللي كان مع فلسطين باقا ما طفاتش، باقا كيطوبوا الحرب، باقيين ديما كنسمعوا الموتى وكنسمعوا القتلى وكنسمعوا، يعني سبحان الله العظيم. الارض كتهيئ لواحد الحدث عظيم، وهذا الشيء كيقولوا العلماء، وكيقولوا بزاف ديال العلماء الاستراتيجيين، لا في الدين ولا في السياسه ولا في الاقتصاد، كيقولوا الارض كتهيئ لواحد الحدث جلل. يعني هذا الشيء التصارع هذا راه صعيب شويه. اللي صوصي خلينا من هادشي كامل، حنا غنرجعوا للجزائر والسي تبون الرئيس ديال القاره الجزائريه ونائب وزير الدفاع الشنقريحه. درتو اجتماع على اعلى مستوى، مجلس الاعلى للامن، وعيطوا على الجنرالات، وعيطوا. انا نعاود لكم، انا نقول لكم، نقرا لكم البيان ديالو. لقد تأثرت المفاوضات التي تمت في اطار الوساطه، هذا هو النص ديال البيان اللي خرجت به الجزائر، يعني غامض، انا نقراه عليكم. لقد تأثرت المفاوضات التي تمت في اطار الوساطه التي قامت بها سلطنه عمان املا كبيرا بامكانيه التوصل الى تسويه سلميه للمباحثات الايرانيه الامريكيه، غير ان تاثر هذه المفاوضات والذي يتجلى حاليا في التصعيد العسكري ذي عواقب غير متوقعه، امر
يبعث على بالغ الأسف. اللي فهم شي حاجة يقول لنا. إذ تعرب الجزائر عن قلقها الكبير إزاء هذا التطور، فإنها تدعو جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس وإعلاء روح المسؤولية، تجنبا لتعريض منطقة الخليج لمزيد من مظاهر انعدام الأمن والاستقرار. يعني شنو هذا هو صافي، هذا هو النص اللي خرجوا به هذا المجلس الأعلى للأمن. هذا هو النص، انا قريته عليكم. اللي فهم شي حاجه يقول لنا. المغرب خرج كيتضامن مع دول الخليج وكيقول لهم انا معكم قلبا وقالبا، واي حاجه طلبتوها انا مستعد. كوريا الشماليه داك مسطي خرج كيناصر ايران وقال لي انا معاك. الصين وروسيا خرجوا كيتكلموا على ان التضامن ديالهم مع ايران، يعني كيدعموا الطرح الإيراني. دول أوروبية كيناصروا إسرائيل وأمريكا. يعني جميع الدول بينات الاتجاه ديالها، إلا الجزائر القوة الضاربة كتكلم على يعني والله إلا بقيت كنضحك. كنتسنى في هذا البيان فاش سمعتهم كيقولوا هذا الاجتماع شويه خرجوا بالبيان في وزاره الخارجيه الجزائريه. السي عطاف تبارك الله عليه هاد المخرجات يعني تخربق، يعني ما بينتي لينا لا مع انت واش مع الضربه ديال امريكا ولا مع الحليف ديالك اللي هي ايران. وديجا ما تحالفشيش مع فنزويلا مادورو، ما تحالفشيش معاه وما خرجتيش حتى شي بيان يعني على فنزويلا مع ان فنزويلا حليف. يعني الحلفاء ديال الجزائر، وانا هادشي هو اللي كيتلج لي الصدر ديالي وكيفرحني، حلفاء الجزائر كيسقطوا تباعا واحد ورا واحد. قلت لكم بدات من صدام وما غتحبش دابا، والضربه جايه لهاد الجزائر لان خاصو يتبدل فيها النظام. وتحيه كبيره لترامب. انا متفق معاك في هادشي اللي درتي صراحه كمغربي، انك صراحه درتي شي حوايج اللي المغرب حار فيهم 50 عام. ترامب دار شي حوايج اللي المغرب حار فيهم 50 عام. حرنا مع هاد الجزائر 50 عام وهي كدي وتطلع فينا وتنزل فينا من اجتماع في افريقيا، من اجتماع في اوروبا، من اجتماع بمجلس الامن، من اجتماع في يعني في جنيف. برزطاتنا 50 عام ديال التبرزيط. جا ترامب فك لينا هاد المشاكل هادي وجلس باباهم على طاوله المفاوضات في القنصليه ديال اسبانيا، القنصليه الامريكيه في اسبانيا. ورفض عطاف انه يتصور مع السي ناصر بوريطه السبع المغربي، وخرج من الباب الخلفي ديال القنصليه. خرج صاغر ومدلول وخرج مطأطئ الراس وخنافرو مرمغين في الوحل. فهمتيني؟ وهذا الشيء مازال ما شافوا والو، ومازال الخير جاي لقدام، ومازال الاذرع والحلفاء ديال الجزائر يطيحوا تباعا، ومازال ان شاء الله يتبدل النظام. وديك الساعه نقدروا نفكروا في وحده المغرب العربي. اما مع هاد الكابرانات فراه ما كاين والو معاهم، راه ما كاينش معاهم شي افاق، معاهم غير الشر والحقد والحسد، وزرعوه في الشعب الجزائري الحقد والحسد في اتجاه المغرب، باش يعرفوا ان الله حق والله ما كيبغيش الظلم، والله ما كيبغيش هادشي اللي دارت الجزائر طيلة 50 عام بين الشعبين. هاد الفتنه اللي دارت وما شوف، وربي كبير وهو المنتقم، وحنا كنشوفوا دابا الانتقام الالهي للجزائر على الجزائر. تبون مابقاش يقد يهضر على باسم البوليزاريو، ما بقاش يقدر يهضر. اخوان كنعتذر منكم، ورمضان مبارك سعيد، وكل عام وانتم بخير. وهاد الايام الاواخر من شهر رمضان بنادم يفرص شويه في العباده. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وعاشت المملكه المغربيه الشريفه وعاش شعبها الابي، وتبارك الله عليكم. ولا عزاء للحاقدين، والصحراء مغربيه الى ان يرث الله الارض ومن عليها. عاش الملك، عاش الشعب المغربي، وتبارك الله عليكم.